بعد نوح عليه الصلاة والسلام أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء، وكيجي نبي بعد نبي، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. كل ما تيجي شي أمة الرسول ديالها تيقابلوه بالتكذيب وتيقابلوه بالعناد وتيقابلوه عياذا بالله بالسب والشتم والانتقاص وإلى غير ذلك مما قالوا في أنبياء الله عز وجل، لكن صبروا الأنبياء على دعوة الناس إلى الحق. قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اصبر. فعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى يبغي يدعو لله عز وجل في عائلتك، في أسرتك، مع الوالدين، مع الناس، وطن نفسك على الصبر. يعني أنت ماشي سنين وهما على ذاك الشيء، تجي باين العشية وضحاها تقول لا راه خصهم يتقلبوا وخصهم ما بغاوش يتركوا الباطل وما بغاوش. اصبر عليهم، بين لهم، كرر عليهم النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد مع العم ديالو شحال هو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، سنين وهو يدعو إلى الله عز وجل، ما يأسش منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في فراش الموت. وهو على فراش الموت جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة. تدعيه للتوحيد وهو على فراش الموت. ما يأسوش من الناس، وخصوصا الأقارب، ويعظم الحق كلما كان الحق ديال هذاك القريب عظيم. فأعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى هو حق الوالدين. أفضل ما تقدموا لوالديك في هذا الزمان هو إذا كانوا على شي عقائد منحرفة تحاول تخرجهم من ذيك العقائد المنحرفة وتبين لهم العقيدة الصحيحة وتحذرهم من الشرك. والله لا أعطيتهم هذا الخير هذا كأنك وضعت تاجا فوق رؤوسهم. هذا من أعظم أنواع البر، أعظم أنواع البر بالوالدين هو هذا الأمر هذا. إذا وفقك الله تبارك وتعالى وعرفت العقيدة الصحيحة وعرفت ما يضادها، بين لهم التوحيد وحذرهم من الشرك واصبر عليهم. اليوم كلمة وغدا مجلس وإلى غير ذلك. والتأليف ماشي التأليف غير يبقى جالس ديروا ما ديروش، في الهدية، الكلمة الطيبة، قضاء المصالح، المصارعة في خدمتهم، تفرح بخدمتهم. فهذه الأشياء تفتح القلوب وتجعلهم يقبلون على ذاك الخير اللي عندك. شنو هو القصد ديالك أنت؟ هو إرضاء الله تبارك وتعالى، هو أنك كتشفق على الوالدين ديالك أنهم نسأل الله السلامة والعافية يكونوا من الشرك. إذا مشوا على الشرك فهذه مصيبة عظمى، نسأل الله العافية. ولو تعطيهم ما أعطيتهم من أموال الدنيا وتعود تبذل لهم تخدم عليهم من الصباح حتى العشية، لكن إذا بقوا على هذا فساد في العقيدة ما ينفعهم ذاك الشيء، نسأل الله العافية. لكن ولو ما كان عندك شيء، ما فقير معدم، أفضل ما تقدم لهم هو قدم لهم العلم، قدم لهم بين لهم توحيد الله تبارك وتعالى وحذرهم من الشرك بالله عز وجل.